اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هتكلم معاكم عن افكار للاكلات بتاعه الصيام المتقطع. افكار لاكلات في الصيام المتقطع. طبعا اللي بيعمل دايت اكتر مشكله بتقرقه هي اكل ايه او ايه الاكلات اللي انا ممكن اكلها وانا بعمل صيام متقطع. طبعا اول حاجه انا بشرب قهوه اهوت من غير اي اكل، يعني طبعا بس ايه اللي ما عندوش مشاكل في المعدة كده هو اللي يقدر يعمل حاجة زي كده برضو، علشان يعني تبقي برضو ماشية بخطوات صح. فطبعا انتي كل واحد مختلف عن التاني، يعني اللي انا عايزة اقوله النهاردة ان كل واحد مختلف عن التاني، وكل جسم غير التاني، وكل ظروف غير التاني. فنعمل ايه؟ بتوظفي الكلام العام ده على او بتسقطيه على جسمك انتي او على ظروفك انتي. ازاي؟ يعني مثلا انا يعني انتي مثلا ما ينفعش تشربي قهوه من غير اكل كده، ممكن تتعبلك معدتك، خلاص بلاش. ممكن يبقى شاي، ممكن يبقى شاي اخضر، وطبعا القهوه من غير سكر. من غير سكر بشرب فنجان زي ده او كوبايه صغيره مرتين في اليوم. طبعا بالقهوه مفيده جدا، بتساعد على التركيز وبتديكي نشاط وبتديكي حيويه، فمفيش مشكله منها خالص. بتطلع من الصيام؟ طبعا لا. ليه؟ لان هي اصلا من غير سكر. طيب انا كان اساسي عندي في الوجبات ايه؟ ان انا يكون عندي في التلاجة طبق سلطه كبير. كنت مثلا بجيب كابوتشا واجيب علبه كبيره واعمل فيها ايه، اقطعها بايدي كده، حتى اقطعها بايدي كده، وبحط عليها يعني وحدتين طماطم بس، بحط عليها خيارتين 3، بحط عليها جزرايه ابشرها كده او اقطعها زي ما تحبي، بحط عليها فلفل رومي، بحط عليها ايه تاني، ممكن بصله لو انا حابه. يعني الكلام ده كله على بعضه كده بشيله من غير دريسنج خالص. ليه؟ لان الدريسنج يا جماعه هيبوظ لي السلطه او هيطريها، او مهما كان مش بينفعش ان انا احطه عليها، مش هتبقى فريش، هينزل لي الميه اللي فيها. طب انا ليه؟ فبلاش. بقوم عامله ايه؟ بقوم جايبه العلبه دي حطاها. طب انا دلوقتي جايه اكل اول وجبه، وعملت التمرينات بتاعتي وعملت كل حاجه وداخله بقى في ميعاد اول وجبه بالظبط. انا كنت ماشيه بالورقه والقلم. انا بقول لكم التجربه بكل ثقه والله يا جماعه، وبكل صدق، بكل امانه وبكل اريحيه. انا بحضرش، انا بقول اللي انا كنت بعمله. تمام؟ دكتوره ولا متخصصه وبقول لكم اعملوا كذا او اعملوا كذا، انا بقول لكم انا عملت كذا فخسيت. فاهميني؟ فاهمين؟ فجيت بقى اجي مثلا اقوم جايبه ايه، طبق تاني حاطه فيه السلطه دي، واقوم حاطه عليها ايه، معلقه زيت زيتون، معلقه خل، تفاح، ممكن ملح بسيط، شويه كمون، شويه فلفل اسود. خلاص. وبعدين اقوم بادئه بيها الاكل واكلاها. الطبق ده اقوم واكلاه كده. طبعا انا بحب اكل قدام التلفزيون ودي مشكله، او اكون مشغله حاجه على الموبايل، فعادي بقى انا وقت الاكل بشغل عادي برضو، علشان ايه، ابقى مستمتعه وابقى حاسه ان انا مش مجبره ان انا بعمل حاجه ايه مجبره عليها، او بعمل حاجه مش يعني مش بسطاني. فبشغل برضو الموبايل او بشغل التلفزيون، وبقعد بقى على حاجه كده بحبها، وبقعد اكل بالشوكه. كل اكلي كان بالشوكه، واكل السلطه دي. ده اساسي في كل وجبه الطبق ده. تمام؟ يبقى انا كده ايه، غطيت الخضروات والدهون لان حطيت عليها زيت زيتون. ممكن بقى افتح علبه تونه واكلها، ممكن بيضتين مسلوقين واكلهم، ممكن قطعه جبنه قريش، ممكن شريحتين بطاطس مسلوقه. كل ده حاجه واحده منهم مع طبق السلطه ده في الوجبه. قطعه جبنه قريش كبيره كده وحلوه اكلها برضو بالشوكه. طبعا كان ممنوع منعا باتا العيش والمكرونه. طيب دي كده يعني سمكتين مشويين 3. طيب ده كده
افكار. طب لو انا عامله بقى رز وخضار وفراخ ومش عارفه ايه، 3 معالق رز بالظبط، 3 معالق رز. اجيب طبق احط فيه 1 2 3 3 معالق، واحط فيه ده لو هو مش متقسم. لو متقسم يبقى افضل طبعا. اقوم حاطه فيه 1 2 3 معالق رز، واقوم حاطه فيه قطعه الفرخه بتاعتي او اللحمه، واقوم حاطه ورك مثلا صدر، واقوم حاطه فيه، وممكن كنت احمره بسمنه بلدي عادي، معلقه سمنه بلدي كده واحمره فيه، واحط عليه فلفل واحط عليه ملح. بمتع نفسي بالاكل، مش مجرد ان انا دايت بقى مسلوق. لا يا جماعه، لا، يعني خلي الاكل يفتح النفس، خلي الاكل تاكلي كده بتمتع عشان يتهضم ويتحرق ويحرق معاه الدهون. احط بقى ايه ربع الفرخه وب3 معالق الرز، معلقتين خضار من اللي انا طبخاه. طبعا انا وانا بطبخ ببقى مقلله زيوت ومقلله حاجات مش صحيه، وعامله الاكل صحي زيهم بالظبط، عشان هاكل من اكل البيت، مش هكلف نفسي، مش عايزه اكلف نفسي، انا مش عايزه اعمل حاجه مخصوص ليا، فالاكل كله يبقى صحي. احاول ما احطش سمنه مهدرجه، احاول ما احطش زيوت نباتيه عاديه، كلام من ده. احاول ان انا اقلل بقدر المستطاع. احاول حتى الصلصه اللي انا عاملاها او التسبيكه تكون صحيه، يعني تكون برضو خفيفه كده وحلوه، في نفس الوقت الاكل متحيق كده وطعمه جميل. ده كان ممكن يبقى اكله. طيب ممكن برضو تبقى لحمه وفراخ زي ما قلت، مع 3 معالق رز مش عارفه ايه. طيب ممكن اقوم عامله بطاطس مكعبات كده بعرقها كده، او مكموره زي ما بنسميها، معرفش تسموها ايه، اقطعها مكعبات واحط عليها ملح وكمون وشويه بقدونس وفص صغير توم وشويه زيت زيتون، او معلقه سمنه بلدي او زبده. كنت بعملها بالزبده، بس زبده تكون طبيعيه او قطعه زبده صغيره، واحط الكلام ده كله واقلبه اقلبه اقلبه لغايه ما ايه ما تستوي في بعضها كده، زي المسلوقه المهروسه كده. واقوم بشوكه برضو واقعد اكل عادي المقنن بتاعي جنب، بس ما اكلش رز بقى، جنب بيض مسلوق، جنب فرخه، جنب لحمه، جنب كده. ده كده. البدنجان اللي هو الكوب ده، كنت اجيبه اقطعه مكعبات، عليه فلفل، عليه طماطمايه، عليه ولو فلفل حامي يبقى حلو، عليه مثلا بتاع ده ملح وبقى وفلفل ومش عارفه ايه، وعم اغطي عليه في حله كده واسيبه برده على النار يتعمل كده وينزل ميته كده ويبقى طعمه حلو ويتهرس كده. وبرده بالشوكه، ده سعراته لا تذكر، ده ملوش سعرات اصلا. فدي في الاوقات بقى اللي كنت هتجنن ولازم اكل لازم اكل لازم اكل، في البدايات كنت بعمله واقعد اكل بيه، اوهم نفسي ان انا باكل. شايفه بقول ايه؟ اوهم نفسي ان انا باكل. هو الايهام ده، الوهم ده. ممكن تفضلي ماسكه جزره كده او خيارايه تقعدي تاكلي فيها ساعه. الهضم، المضغ ببطء مهم جدا، والمضغ كويس مهم جدا. انا مشكلتي ان انا كنت باكل برضو سريع سريع سريع، لا هتبرد. فطبعا ايه كنت بعمل ايه؟ كنت بقول لكم ان انا بمضغ كويس جدا، باكل ببطء جدا جدا. كان عندي السناكس فشار، اعمل فشار، او اكل تفاحه، او اكل ثمره فاكهه يعني، بس مش بطيخه، اكل ثمره فاكهه، جوافه، تفاح، برقوقه، خوخايه، اي ثمره فاكهه كنت باكلها بين الوجبات. كنت باخد فيتامينز، كنت باخد فيتامين د وفيتامين سي وكنت باخد مغنيسيوم وزنك وكنت باخد فيتامينات علشان اقدر ان انا اكمل، وعشان انا باكلش كتير، باكلش كل حاجه، فلازم فيتامينات في الصيام المتقطع. من نجاحه انك تاخدي فيتامينز، بس باستشاره الدكتور. تعملي تحليل تشوفي انت جسمك محتاج ايه، والدكتور بيكتب لك مجموعه فيتامينات كده تاخديها. مهمه جدا يا جماعه، الفيتامينات والمكملات الغذائيه مهمه جدا في الصيام المتقطع.
ما بتكلمش كدكتوره، انا بتكلم كواحده جربت. فيتامينات كانت بتقوم الواحد على حلو، اللي انت متخيله بتاكلي 3 وجبات، 3 معالق رز ومش عارفه ايه، وبتصومي ساعات كتيره جدا. متخيله انت هتبقى عامله ازاي في الاول؟ في الاول هتبقي هبطانه جدا 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 فوق ما تتخيلي. ايوه انا بصرحك، هبطانه مش قادره، ما عندكيش طاقه، ما هو له كارب قوي وصايمه وتعبانه وتمرينات ورايحه وجايه وبشتغل، هبطانه هبطانه. بس مره في مره في مره في مره اتعودت، ومره ورا مره ورا مره ورا مره فرحت بشكلي، وفرحت بوشي، وفرحت بهرمون النمو اللي صغرني اكتر من اصغر من سني، وفرحت ببطني اللي بتنزل، وفرحت. هي ميزته لو انت مشيتي عليه صح بيبان نتيجه على طول، بيبان نتيجه، لازم بيبان في المقاسات، بيبان في الشكل، بيبان في كل حاجه. طبعا انا كان عندي هوس الميزان، يعني كان ممكن اوزن مرتين في اليوم، مع ان ده غلط. هو انت هتخسي كل قد ايه؟ فما توزنيش، تابعي لبس. طبعا انا كنت شاريه ميزان، كل شويه اطلع عليه، كل شويه اطلع على الميزان، كل شويه اشوف ميزاني، كل شويه اشوفني خسيت ولا لا، كل شويه خسيت قد ايه. كان ده اسمه هوس، هيجيلك برضه هيجيلك. بس واحده واحده لما بقيت احس في اللبس فارتحت، بقيت اتابع لبس واقول خلاص يوم عن يوم عن يوم عن يوم، طالما انا بس بلاقي تحسن وطالما انا بخس فخلاص. عايزاكي تاكلي من اكل البيت، تعمليه بايدك، ما تعملوهوش اعمليه صحي، بس كلي كميات بسيطه، ما تكلفيش نفسك فوق طاقتك، اشربي ميه كتير، العبي رياضه لو خفيفه، حتى لو مشي، اعملي شغل البيت بنفسك، طلباتك بنفسك، ان شاء الله ان شاء الله خدي فيتاميناتك، ان شاء الله اوعدك ان انت هتخسي زي ما انا خسيت. مش عايز اطول عليكم، بحبكم جدا 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 جدا، وما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه لو مش مشتركين، وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، والتعليقات. عايزه انتوا جربتوا وبداتوا فعلا صيام متقطع مع الفيديوهات ولا قبلها ولا لسه ولا ايه؟ وعايزه اعرف تجاربكم في الدايت قبل كده ايه، ومشاكلكم كانت ايه. قولولي في التعليقات يا جماعه، انا عايزه اساعدكم، عايزه احمسكم، عايزه احفزكم. ان شاء الله ان شاء الله هنخس، ان شاء الله ان شاء الله. بحبكم، مع السلامه.